السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا إخواتي. نبدأ كلامنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنساش الأول لايك، ما تنساش الكومنت بتاعك الجميل، ما تنساش الاشتراك في القناة لو ما كنتش مشترك لحد دلوقتي. ونبدأ موضوعاتنا النهاردة والكتيرة بمعنى أصح المثيرة للجدل، وهو أول موضوع معانا يا جماعة هنتكلم فيه بخصوص المستشار مرتضى منصور وعضويته في نادي الزمالك. وتاني موضوع هنتكلم فيه إن شاء الله إعلامي قناة نادي الزمالك والأخص الكابتن طارق يحيى اللي بيطلعنا شوية تصريحات والله العظيم ولا أحلى من كده في الضحك. تالت حاجة هنتكلم فيها وهو مشجع الهلال السوداني، والمقصود به هنا مشجع واحد بالتحديد هو اسمه فضل موسى، ما شاء الله ما شاء الله عليه. يعني عنده كده شوية كلام حلوين بيتكلم بيها بخصوص الأهلي، عمال يغلط ويهين في الأهلي واحنا ساكتين لحد دلوقتي ومش عارفين مش عايزين نرد عليه، علشان ما ينفعش نغلط في اخواتنا. الهلال السوداني والسودان ومصر واحد، ودول اخواتنا في الاول وفي الاخر. فانا طالع اقول له كلمتين، فبالاخص يعني كده الموضوع يخص بعض الهلال السودانيين وبعض جمهور الهلال السوداني. نبدا في الموضوع الاول يا جماعه، وهو موضوع المستشار مرتضى منصور. مرتضى منصور طلع لنا طبعا ان خلاص مرتضى منصور ان شاء الله اخر مدته هتكون يوم الاحد. وزير الشباب والرياضه طلع النهارده قرار وقال ان مرتضى منصور هيخرج يوم الاحد، وبعد اتمام المده بتاعته اللي هي شهر الحبس هيخرج بعدها الامر القانوني بتاعي بالنسبه لنادي الزمالك زوال عضويه المستشار مرتضى منصور من نادي الزمالك. يعني المستشار مرتضى منصور مش هينفع يكمل في نادي الزمالك. طب بالنسبه لعضويه مرتضى منصور دلوقتي، لحد دلوقتي في مجلس نادي الزمالك، لحد دلوقتي مرتضى منصور ما زال رئيس نادي الزمالك بالنسبه لمجلس الاداره بنادي الزمالك. طيب القرار اللي طلعه وزير الشباب والرياضه بيقول غير كده تماما. يبقى الموضوع يا اما وزير الشباب والرياضه كلامه هيتنفذ، يا اما كلام مجلس الاداره وكلام مرتضى منصور هو اللي هيتنفذ. طب الحقيقه هنعرفها ازاي؟ هنعرفها ان شاء الله بعد ما مرتضى منصور يخرج من السجن يوم الاحد، وهنشوف بقى الموضوع هيتم بشكل رسمي وقانوني زي ما وزير الشباب والرياضه بيقول، وطلع التصريح بتاعه وقال خلاص زوال عضويه مرتضى منصور، ولا مجلس اداره نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور هيكون ليه راي تاني. ان شاء الله هنعرف بعد خروجه يوم الاحد يا جماعه، ما تستعجلوش، كلها 3 ايام والموضوع هيكون على الملأ وكل الناس هتعرف الحقيقه. الموضوع الثاني معانا يا جماعه الكابتن طارق يحيى اعلامي قناه نادي الزمالك، طالع على قناه نادي الزمالك بيقول لك يا جماعه ان كاس الرابطه البطوله الوديه لا تقل تماما عن دوري ابطال افريقيا. ليه يا كابتن طارق؟ مش دوري ابطال افريقيا ده كان من كام يوم قبل ما الزمالك يخرج منه، هي بطوله مهمه جدا للزمالك والزمالك محروم منها من اقل 20 سنه، والزمالك لازم يحصل على دوري ابطال افريقيا دلوقتي. بقى دوري ابطال افريقيا لا يقل تماما عن كاس الرابطه البطوله الوديه. للدرجات يا كابتن طارق كلامك بيتغير؟ للدرجات يا كابتن طارق الموضوع دلوقتي بقى نصي بدون فهم او استوعاب؟ الدرجات يعني الموضوع انت مستوعب الكلام انت بتقوله يا كابتن طارق؟ انا مش فاهم. اعلاميين قناه نادي الزمالك والله يا جماعه بيقولوا ايه؟ اعلامي قناه نادي الزمالك كلهم حرفيا بيطلعوا يقولوا تصريحات والله العظيم تهلك من الضحك. اقسم بالله انت يا راجل لو مش لاقي مكان تضحك فيه او مش لاقي قناه تضحك عليها افتح قناه نادي الزمالك هتلاقي تصريحات زي الفل، اضحك براحتك يا راجل. يعني ايه يا كابتن طارق كاس الرابطه البطوله الوديه المصريه لا تقل تماما عن دوري ابطال افريقيا؟ كل ده عشان الزمالك خرج منها خلاص؟ طب ليه يا عم ما قلتش كده قبل ما الزمالك يخرج؟ طب ليه يا عم انت قبل كده برضه قلت ان الدوري المصري اقوى من دوري ابطال افريقيا؟ معدينها لك وقلنا معلش بطوله رسميه محليه. قلت برضه ان كاس مصر لا يقل تماما عن كاس العالم للانديه، عديناها لك وقلنا معلش كاس العالم للانديه ما شمهاش قبل كده. لكن ما توصلش لدرجه ان كاس الرابطه بطوله وديه تقارن بدوري ابطال افريقيا يا كابتن طارق. مش كل حاجه انت تتحرم منها تبقى بالنسبه لك حلال وعليه التاني حرام، لا مش كده يا كابتن طارق، كبر دماغك شويه ما ينفعش والله. الموضوع الثالث اللي معانا يا جماعه وهو بخصوص مشجع هلالي او صانع محتوى هلالي بيقول ان الاهلي مدلل الكاف، وعمال بيغلط ويهين في النادي الاهلي كل يوم في اي فيديو يجيب سيره الاهلي مدلل الكاف وابن الكاف وابن مش عارف ايه، وبياخد بطولاته كلها بالغش وبالخداع وبالكذب ومش عارف بايه تاني. طب يا راجل انا عايز اقول لك على حاجه، وبالخصوص يا جماعه هو اسمه فضل موسى، منشئ محتوى طبعا رياضي بيطلع على الفيسبوك واليوتيوب والكلام ده. المهم انا عايز اقول لك حاجه يا فضل، انت عمال تقارن وتهين في الاهلي وبتقارن الاهلي بالهلال السوداني. هل الهلال السوداني ده ليه تاريخ يا فضل؟ هل انت طالع تقول ان الهلال السوداني ده يقارن بالاهلي بمناسبه ايه؟ فين تاريخك في افريقيا؟ فين اصلا حاجه اسمها هلال السوداني؟ هو الهلال السوداني ده حد سمع عنه يا جماعه؟
غير لما بس واجه الاهلي. الهلال السوداني ده طول ما هو ما فيش اي مواجهه بينه وبين الاهلي ما حدش بيسمع عنه طبعا اليوم. والله ما كنا نعرف حاجه اسمها الهلال السوداني ده. فين تاريخه؟ لا يقارن تاريخه باي حد. يا سيدي انت لو كنت ترجاوي رجاوي ودادي كنت اقول لك انت ليك تاريخ، لكن انت فين تاريخك؟ لا يوجد اي مقارنه مع الاهلي بالهلال السوداني يا صديقي. لما تطلع تقول حاجه يا ريت تطلع تقولها عن اقتناع، تطلع تقولها عن مصداقيه، لكن انت بتقول اي كلام وخلاص. انت عايز تطلع ان الاهلي مش كويس، الاهلي ابن الكاف المدلل، الاهلي ده واخد بطولاته كلها حرام. انت فين بطولاتك وفين تاريخك؟ لما تيجي تقارن الاهلي وتقول ان الهلال زعيم افريقيا تبقى تقارن مع حد شبهك، لكن انا عندي 10 دوري ابطال افريقيا، انت عندك كام بطوله دوري ابطال افريقيا؟ ولا واحده. يبقى ما تتكلمش، يبقى اسكت خالص. لو شفتك تاني يا فضل، والله لو شفتك تاني بتهين في النادي الاهلي او بتغلط في النادي الاهلي انا هطلع ارد عليك بالمثل، لان لحد دلوقتي انا محترم اخواتي السودانيين واخواتي جمهور الهلال اللي انا بطلع والله بقول ان شاء الله يا جماعه هتكونوا منورين هنا على ارض مصر وانشركم فوق دماغنا وعلى راسنا. والله ما حد هيجي عندكم باي اذاعه جسدي. كل الموضوع هيكون في الملعب، لكن خارج الملعب انتوا اخواتنا واحنا اخواتكم، مفيش اي حاجه. وفي الاخير صديقي ما تنساش اللايك، ما تنساش الكومنت، ما تنساش الاشتراك في القناه. اشوفك على خير وفيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.